السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم سنة وئام وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا بتمام الصحة والعافية. نقول لكم عواشركم مباركة. واليوم ان شاء الله غنقترح عليكم في قصة عاشوراء حلوين اللي كيجيو بصراحة اكثر من رائعين، كيجيو هشاشين ومقرمشين في نفس الوقت. كنحضروهم دفعة واحدة وبطريقة جد مختصرة، بلا عوين وبلا تمارة وبلا مقص. كنحضروهم بطريقة اللي جد مختصرة. نخليكم مع لا فيديو، تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا الطريقه والمكونات. فقط بيضه واحده كنحضروا كيلو ديال الفقاص، كميه وفيره كنحضروها في رمشه عين. خليكم مع الفيديو. لاول مره كيشوف القناه ديالي كيف العاده ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساونيش من لايك ومرحبا بتعاليقكم وارائكم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اهلكم واصدقائكم وفي المواقع التواصل الاجتماعي. نبداو على بركه الله بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو هنا 125 غرام ديال الزبدة مارغرين بحرارة المطبخ، كاس ديال الزيت يكون ممتلئ، 2 كيسان ديال سكر سنيدة، كأس ديال الماء يكون بحرارة المطبخ عادي. عندي هنا بيضة واحدة، نصف كأس ديال الزلجلان أو السمسم اللي يكون منقي ما محمرش. عندي معلقة كبيرة ديال النافع وحبة حلاوة أنا هنا دقيتهم، وتقدروا نتوما تخليوهم صحاحين. رشة ديال الملح، وعندي هنا سكر الفانيلا وخمارة فئة 8 غرام، وانا احتاجيت 750 غرام ديال الدقيق، وانتم راه دائما كيبقى على حسب الخليط. كناخذوا قصريه ولا بول اللي غنضيفوا فيه الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، نضيفوا خنيشه ديال السكر الفانيلا، 2 كيسان سكر سنيده، وقبيصه ديال الملح باش نعدلوا الذوق. وغادي نحاولوا نخلطوا المكونات حتى كتذوب لينا الزبده ونسجم مع السكر سنيده. ومن بعد كنضيفوا كاس ديال الزيت، كنخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجموا. كنبقاو نخلطوا في الزبده حتى كتولي لنا بحال الكريمه. من بعد غادي نضيف بيضه واحده، نخليهم حتى ينسجموا، ونضيف باقي المكونات. وهنا غادي نضيف كاس ديال الماء. هنا كي كتعرفوا راه الماء ما كينسجمش مع الزبده بسهوله. انا هنا غادي نخلط واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف نصف كاس ديال السمسم او الجلجلان والنافع وحبه حلاوه، نخلطهم مع بعضياتهم حتى ينسجموا. من بعد غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج. صافي انا كتشوفوا غنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لنا العجين. انا ضفت هنا خماره فئه 8 غرام. انا كنخلطو غير بالاصابع ديالنا حتى كتنسجم لينا العجينه كتكون يعني متماسكه عاديه بحال اللي كنديروا الفقاص، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه. ونبقاو نضيفوا الكميه بكميه حتى كتجمع لينا العجين. هذا هو القوام ديال العجين اللي كنحصلوا عليه، عجينه اللي كتكون متماسكه. انا هنا قدني 750 غرام ديال الدقيق، وانتم دائما راه كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب البيض. غادي نديروا العجينه ديالنا في بلاستيكه ونخليوها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. انا هنا غادي نقسمها على جوج باش نطلق كل نصف بوحديته على حسب المول اللي عندي. وهنا غادي ناخذوا نصف من العجين، وغادي نحاول نطلقوه على شكل مربع او مستطيل على قد المول اللي عندي. الا كان عندكم مول او طاوه اللي كبيره كتطلقوا العجينه كلها بسهوله وكتقطعوها بكل سهوله كيف غتشوفوا معايا في الفيديو. انا غادي نحاول نطلقها على شكل مربع او مستطيل. كنطلقوها وكنقادوها من الجوانب ومن الوسط، ما كنخليوهاش غليظه من الوسط ومن الجوانب لان مازال كتنفخ في الفران لان فيها الخميره.
من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا بكل سهوله كنهزوا الورق ديال الفرن وكنحطوه في الطاوه ديالنا وكنحيدوا الجوانب باش كنقادوا المربع على الشكل ديال المول او الطاوه ديالنا بهذا الشكل اللي موضح. كناخذوا الجراره وكنديروا خطوط بهذا الشكل هذا، يعني اللي موضح لكم في الفيديو على الطول. من بعد كنديروا على العرض باش كيعطيونا مربعات اللي صغيره تكون في نفس الحجم تقريبا. ومن بعد كنديروا الطاوه ديالنا في الفران اللي مسخن على 160 170 درجه، النهار اللي تكون مهيله يطيب على خاطرو. كنطيبوه من التحت ومن بعد كنشعلوا عليه من الفوق كيتحمر، يعني كياخد اللون محمر هكا ذهبي. ومن بعد كنخرجوه كنحلوه بكل سهوله كيف غتشوفوا معايا في الفيديو. طريقه جد سهله، كنحضروا في قيقصات بسرعه البنات كيف كتشوفوا معايا وكيجيو رائعين. جربوهم وديك الساعه تردوا عليا، ما غاديش يبقاو يخطاوكم نهائيا من البيت ديالكم. هنا غادي ندخل الطاوة ديالي للفران حتى يطيب، غنخليوه يطيب على خاطرو ومن بعد نتلاقى معكم. هنا كي كتشوفوا الطاوة ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران بكل سهولة كنفكو بالفقاس ديالنا او الفقيقسات ديالنا بطريقة جد سهلة. هنا الطاوة راه باقا سخونة وكنفك فيه بكل سهولة، كيجي بصراحة رائع. وكنحضروه بسرعة كيف شفتوا معايا وكنحصلوا على كمية وفيرة من الفقاس دفعة واحدة. ها نتوما كي كتشوفوا كيجي بصراحة رائع، يعني بلا عذاب بلا تمارة. كنحضروا كمية من الفقاس مقادير جد بسيطة. هنا كي كتشوفوا انا هنا حضرت جوج طاوات بنفس القد. طيبت الطاوه الاولى ومن بعد طيبت الطاوه الثانيه. هذا هو الشكل ديال الفقاس ديالنا، غادي نديرو في طبق التقديم ونتلاقى معكم. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقصات ديالنا اللي كيجيو بصراحه اكثر من رائعين، مقرمشين وهشاشين في نفس الوقت بطريقه جد سهله ومختصره. كنحضروهم دفعه واحده وبلا عوين كيف شفتوا معايا في الفيديو. كنتمنى الوصفات تنال اعجابكم، ولا عجباتكم ما تنساوش وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وشاركوا الفيديو مع اهلكم واصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساونيش من لايك. مرحبا بتعاليقكم وارائكم، ونقول لكم مع السلامه وعشركم مباركه. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا للناس اللي دخلوا جداد للقناه. كنشكركم وكنشكر الناس القدام لهذه القناه ديالكم، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.